ما بين الزيرو والواحد، عوالم تاني. الوشوش شبه الوشوش، بس الحقيقة غياب. والصورة لو كدبت نفتح للنور 1000 باب. احنا معاد ميزان الحق في كفوف ايدينا، في زمن الزيف عقلنا سابق عينينا. نكسر شفرات الحياة ونكتب أكواب حلمنا، ونصح الضمير في عز نوم الدنيا، في عز نوم الدنيا. أخيراً اتأخرت يا تاليا. قلت أأخر نفسي عشان أضمن إنك رجعتي من عند بسنت. بسنت دي طلعت حكايتها حكاية، وافتكرتك هناك وضحكت. حصل إيه؟ عاملة اتفاق مع إدارة الجامعة فعلاً، وليها خصم على المصاريف مقابل إعلانات عن الكلية زي ما قلتي بالظبط. عيب عليكي، أنا ملكة الدراما. جبت من عندها طقمين وكم طرحة. أتفرج بقى. الأول قوليلي، عملتي إيه مع مدربك؟ ما لقيتوش، دخلت اتمرنت شوية، خرجت شوية طاقة، وبعدين قعدت في كوفي شوب. مستغرباكي، ما أنا مدياكي نسخة من المفتاح. معليش كده حلو، استني بقى لما أشوف اللي جبتيه من عندها. قادر تتكلم يا تيفا ولا لسه؟ هحكي يا آدم، هحكي. نزلت قابلتك فعلا؟ نزلت قابلتني واتفقت معاها أول ما خلص تالتة ثانوي هاجي أتقدم عشان أخطبها، وكنا مبسوطين جدا. وفجأة يا آدم ظهر أخوها وكان في إيده سلاح أبيض. يا نهار اسود. قعد يزعق وعينيه كانت زايغة، هجم عليا عورني في رقبتي، ولسه برجع لورا وهو بيهجم تاني. الضربة جت في كتفها. ماتت؟ يا ساتر عليك، مش بقولك بقيت دراما وتعديت من تالية؟ أمال حصل إيه؟ الناس اتلمت وهو هرب، نقلونا المستشفى. جرحي كان بسيط، بس هي جرحها كان صعب، اتقطع وتر وعصب، مش عارف حصل له ايه. أنا السبب يا آدم، أنا السبب. قوليلي بقى، مامتك عرفت ازاي؟ أمي كانت حاطة كاميرات في أوضتي من وأنا صغيرة عشان تتابعني وتطمن عليا، وكمان كانت بتسجل كله وتتفرج عليه. ومال ده بإنها كشفت خيانة أبوكي؟ ما هو أمي ما شالتش الكاميرات لما كبرت، وقبل ما نسافر بس كانت بتشغلها عشان تصور طقوس لم الشنط وإحنا بنلعب وبنضحك وتقول التواريخ. دي كانت عوايدنا، لكن المرة دي تعبت فجأة فانشغلت بيها، وأنا وهي نسينا نفصل الكاميرات وسافرنا. وحظ المستر موافي إنها سجلت ليهم وهم في اتجاه أوضة النوم. وأمك واجهت والدك بالتسجيلات دي؟ لأ، هي لما رجعت وشافت التسجيل قررت تحكي لي، وقالت لي على التسجيلات، واللي بالمناسبة لسه عندي. قلبي عندك يا تاليا، ربنا يرحمها، كانت أم عظيمة. فعلا يا ندى، عرفتي ليه أنا بكره المستر موافي؟ لأنه السبب في موت أمي. هاي يا ياسر، عرفتلك عنوانها وبعتلك لينك بيه على جوجل ماب. أنا اتأكدت من العنوان لما وصلتها وبعتلك صورة، هتعجبك.
اوبا، ايه ده؟ بنت الايه كانت مخبية كل ده تحت الحجاب؟ ياسر، اوعى حد غيرك يشوف الصورة. ما تقلقيش، دي للمزاج الخاص. اتواصلي مع ماجد عشان يظبطوا معاكي مواعيد الحملة الإعلانية للمشروع الجديد. مبروك عليكي. قعدتم في المستشفى كتير يا تيفا؟ أنا مش كتير، هي قعدت شوية والموضوع وصل للبوليس، ودي كانت المشكلة. ليه؟ أبوها جه لوالدي يترجاه عشان الصلح ويتقفل المحضر ونمشي الأمور ودية، وكفاية اللي حصل لبنته. وطبعا أبويا مش طايقني. فطبعا وافق. وفجأة يا آدم، بعدها بكام أسبوع العيلة كلها سابت البلد وسافرت بدون ما حد يعرف راحوا فين ولا سبب السفر. وأبويا طبعا ما قالش اتفقوا على إيه عشان المحضر يتقفل. وانت عرفت ازاي انهم سافروا؟ أبويا حبسني في البيت ومنع نزولي بعد ما خرجت من المستشفى، لكن في يوم سافر نزلت علشان أشوفها، لقيت بيتهم فاضي. اتجننت. وما كلمتهاش في التليفون ليه؟ أبويا سحب تليفوني. وتصرفت ازاي؟ اتحايلت على نرجس لحد ما وافقت تديني موبايلها. حاولت أكلمها، لقيت الرقم غير متاح، ومفيش كام شهر والنمرة بقت غير موجودة بالخدمة. الخط اتسحب أكيد. بالظبط. واكتئبت وسقطت أول سنة في الثانوية العامة، وما دخلتش الامتحان تاني سنة، وتقريبا اعتكفت في البيت لحد ما وصلت القرار إن الحل الوحيد أخلص ثانوية عامة وانجح وأسافر أدرس برا مصر عشان أسيب البلد كلها. اديكي عرفتي قصة حياتي. أنا مش عارفة أقول إيه غير إني حبيتك أكتر وأكتر، ومن النهاردة أنتي أختي يا تاليا الصغيرة. انتي ما عندكيش اخوات زيي؟ عندي أخت أكبر مني ب10 سنين، متجوزة وعايشة في الإمارات. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليها لعيالها. انتوا متخانقين ولا ايه؟ مش متخانقين، إحنا مختلفين عن بعض. أشعر بفيلم تراجيدي في الأجواء. تقدري تقولي فيلم رعب يا تاليا. وأنا كل أذان صاغية. وعد نخلص الامتحانات واحكيلك. أنا محتاجة أحكي وأشيل من على قلبي. الوشوش شبه الوشوش، بس الحقيقة غياب، والصورة لو كتبت نفتح للنور 1000 باب. ماما، هو مفيش أي صور ليكي وانتي في الجامعة؟ عايز كام صورة؟ ايه الطلب الغريب ده يا عبدو؟ ولا غريب ولا حاجة، أنا اتعلمت شوية خدعة بالAI بتحسن جودة الصور القديمة وتظبطها، فقلت هو مين ممكن يبقى أحلى ولا أجمل من ميسة هانم عشان أظبط صورها يعني. حبيبي يا عبدو، أنا مش فاكرة هما فين، بس هدور لك يا حبيبي. ربنا يخليكي ليا يا ماما. طيب يا تيفا، ما عملتش كده ليه؟ قصدي سافرت تدرس برا مصر. نرجس بقى ربنا يسامحها، قلت لها على نيتي فقالت للحاج بولس، فقرر إنه يقدم لي في الكلية هنا وبقى أمر واقع. وانت من ساعتها ما تعرفش عنهم حاجة غير إن أخوها رجع البلد يوم واختفى تاني. وقلبي بيوجعني تاني، مش بس عشان بحبها ولا عشان حاسس بالذنب، لكن لو أبوها مات فعلا فأنا مش عارف أخوها ممكن يعمل فيها إيه. يبقى احنا في الأجازة عندنا مهمة تانية غير مهمة عبده، إننا نفكر سوا إزاي نوصل لها عشان تطمن عليها، لو ده هيناسبك طبعا. يناسبني جدا، احنا بقينا اخوات، وانا بثق في تاليا وندى جدا، وعبده اكيد لو بس يقلع الكرافات.
مش مصدقة، خلصنا آخر امتحان في الترم ده. ولا أنا كمان. فين باقي الشباب وفين ندى؟ عبده أهو. امتحان سخيف. اوعى يا عبده، هتشيل المادة ولا إيه؟ مش للدرجة، بس كان رخم قوي. ندى ندى، هيا بسنت، عملتي إيه في الامتحان؟ والله ما عارفة، كان صعب قوي. المناهج هنا فعلا تقيلة جدا. ربنا يستر بقى. تعالي نشوف الباقيين عملوا ايه. اسبقيني، هدخل الحمام وأحصلك. تيفا، احنا هنا. ندى فين؟ دخلت الحمام وهتحصلنا. ها، عملتوا ايه؟ هاي يا ندى، عملتي ايه في الامتحان؟ الحمد لله يا ياسر، وانت؟ تمام. بقولك ايه، بما اننا خلصنا اخر امتحان، مش هتغيري رأيك بقى وتيجي تسهري معايا؟ اسمع يا ياسر، أنا أكبر منك في السن ومليش في السهر، وقلت لك ده قبل كده. عن إذنك. ماشي يا ندى، براحتك خالص. ندى، إحنا هنا. بني آدم غريب، يا ساتر إيه ده؟ في إيه يا ندى؟ مين ضايقك؟ اللي اسمه ياسر، لحوح ولزج جدا. ايه اللي جالي على الواتس ده؟ يا نهار اسود. في إيه؟ انا مش مصدق. إيه اللي جالكوا كلكوا ده وما جاليش؟ هوريكي يا ندى، بس أرجوكي ما تنفعليش. إيه ده؟ إيه ده؟ لا، مش ممكن. لا ندى فوقي يا ندى. حد يشوف إسعاف الكلية بسرعة. احنا معد، احنا حكاية جيل يرسم لكل حلم البديل في عز الضلمة. قلبنا هو الدليل، والعدل لو يوم غاب بكرة لينا أكيد هيميل. احنا معاك